ألف مبروك لنادي الزمالك، فاز النهارده على كهرباء الإسماعيلية 5-2. الحقيقة الزمالك بيقدم إنجاز ما حصلش، يعني إن واحد فريق عنده ظروف نادي الزمالك 9 إيقاف قيد، مفيش فلوس، أحسن لعيبته بيمشيهم عشان يجيب فلوس. ناصر ماهر، دونجا، لعيبته الكبار اعتزلوا ومشيوا، واللي اتاخد منه لعيبه. الحقيقه بيواجه ظروف ما يعلم بها الا ربنا، ورغم كده النهارده بيقدم مباراه جميله جدا، كانها يعني كل التعليقات اللي قريتها النهارده بيقول لك مباراه مسروقه من اوروبا. فعلا مباراه جميله جدا، هجمه هنا وهجمه هنا، وكهرباء الاسماعيليه ادى مباراه جيده جدا يعني طبعا. وشفنا في كوره جميله، شفنا فن جميل، شفنا فعلا مدرسه الفن والهندسه فتحت النهارده. الحقيقه دي يعني معتمد جمال اللي هو المدير الفني نادي الزمالك حاليا. طبعا هو مدرب مصري ابن من ابناء نادي الزمالك، عشان الزمالك مش عارف يجيب مدرب اجنبي لان مفيش دولارات، مفيش فلوس، في ازمه سيوله وازمه ماديه وازمه اداره سيئه جدا تدير نادي الزمالك. الحقيقه فرطت في النجوم وفرطت في الفريق وفرطت في كل، ورغم كده يشاء السميع العليم ان ربنا يبعت لنادي الزمالك ناشئين يشيلوا النادي، يفرحوا جماهيره، يفرحوا الناس اللي زعلانه على نادي الزمالك، يخلوه تاني الدوري بفارق 4 نقط تقريبا عن سيراميكا كليوباترا، يخلوه فوق الاهلي وفوق بيراميدز بفرق الاهداف وفرق النقاط. حاجه كويسه، يا ريت الزمالك يقدر يكمل، رغم ان ده من المستحيلات ان بالظروف بتاعت نادي الزمالك وانه بيلعب بكل الناشئين دي، يعني 5 ناشئين، 5 ناشئين في مباراه لنادي الزمالك. ورغم كده سبحان الله أدوا كويس وشالوا الفريق، وده يتحسب لهم ان هم في وقت الشدة عرفوا يشيلوا نادي الزمالك على كتافهم، ودي حاجة تتحسب لهم في المستقبل. حاجة تفرح بجد. انا مبسوط جدا ان احنا شفنا كورة جميلة جدا بيقدمها نادي الزمالك. لعلمكم الزمالك بقاله 3 4 ماتشات بيقدم كورة جميلة جدا. في الكونفدرالية امام النادي المصري البورسعيدي تعادل معاه وبعد كده فاز عليه في العودة، قدم مباراة جميلة جدا ممتعة. الزمالك سبحانك يا رب تحس كده انه بقى عنده قوة هجومية جامدة، يعني عدي الدباغ دوت كان جاي، انا قلت يعني ايه فين الكورة فتحت معاك ما شاء الله، الله اكبر. نمسك الخشب، الاقي كمان احمد شريف، انا برضو ما كنتش معجب قوي بيه يعني، هوب فتحت معاه بقى ما شاء الله، كل ماتش يجيب له جون. حاجة جميلة جدا. انا يا رب الزمالك يستمر كده، انا مبسوط جدا منهم. لازم الناس ديت عرفت طريق المرمى وطريق الاجوان، كملوا وصبروا، وان شاء الله ربنا هيعوض صبرنا خير. وكفايه بيع بقى للنجوم من فضلكم، ما تبيعوش النجوم اكتر من كده، ما عادش فيه. يعني عد صوابعك يا جحا ما فيش. مش عايز اقول جمله تانية، بس ما عادش فيه عندك النجوم. يعني النجم يمكن الوحيد اللي عندك او النجمين اللي عندك ناصر منسي وعبد الله السعيد. فين النجوم الكبار؟ انا عايز يعني ندور على نجوم كبار كده. يلا خير وخير ان شاء الله، والف مبروك لنادي الزمالك، ويا رب النصر نادي الزمالك يا رب. تحياتي لجماهير نادي الزمالك كلها، وبالتوفيق لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد ابو فرحة، تابعوني.